اهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. جايب لكم النهارده سماعه لينوفو، حاجه محترمه جدا، حاجه كده من كوكب تاني بتفوق كل السماعات وهتعمل ضجه كبيره في السوق. لسه واصله مصر، جبتها عشان خاطر افرجكم عليها وتشوفوا امكانياتها عامله ازاي. لو لسه ما عملتش لايك ومتابعه على قناه مزمز مزايا، هستاذنك تعمل لايك متابعه عشان تشوف كل جديد، واكتب لنا في الكومنتات محتاج تشوف ايه تاني عشان نقدر نجيبه لك ونوفره لك المره الجايه ان شاء الله. هو ده شكل السماعة، هفتحها لكم دلوقتي. تصميمها غريب جدا وشكلها جديد جدا، هتعجبكم ان شاء الله. اول حاجة هي بتيجي في الباكت ده كده بالمنظر ده، تمام. المفروض ان في متوفر منها لون ابيض ولون اسود، بس كل اللي وصل لون اسود. تفتح بالمنظر ده، هنشوف دلوقتي الباكت اللي جوه فيها ايه. طبعا دي سماعة ومعاها وصلة الشحن ومعاها الكتالوج. نشيل بقى الحاجات دي كده كلها. اول حاجه الكتالوج، اتعود تشوف الكتالوج وتقرا اللي فيه، جايز يطلع فيه معلومات مهمه او حاجه تفيدك. تمام. بيقولك ان ده منظر السماعه، ده اللغه الانجليش، تمام. ده منظر السماعه، بيقولك المحتويات بتاعه السماعه، وهنا بيقولك ان وصلة الشحن التايب سي وطريقه الكونكت، وهنا بقى طريقه الايه تشغيل السماعه ايه اللي هي بتكون يعني التاتش هنا كم مرة عشان خاطر يعمل علامة كذا، يعمل يعني مثلا اللمبة الحمراء ان هي بتشحن، عايز اما تعمل فلاش يبقى كده بتشحن فلاش احمر، تمام. وفي فلاش ابيض، يعني كده هي متوصلة بالبوكس. وهنا بقى التاتشات ايه استخدامها، بتعلي الصوت ازاي وتوطيه ازاي، تمام. وتقدم الأغنية اللي بعديها واللي قبليها. وهنا الناحية التانية برضو ازاي ترد على المكالمة. طبعا اعدادها غير اعداد اي سماعة تانية خالص. السماعات التقليدية العادية لما تلمس لمسة واحدة بيرد، لا هنا بتلمس لمستين، وعشان خاطر تقفل تلمس لمستين برضو، تمام. عشان تقلب الأغنية التانية بتلمس لمستين، واللي قبلها بتلمس لمستين. وهنا بيقولك انت لو حبيت او قابلت اي مشاكل في المنتج بتعمل 5 لمسات بيقوم عامل ريستارت للسماعة، تمام. هنجيب بقى دلوقتي منظر السماعة، وانا متأكد ان انتوا هتنبهروا بمنظرها جدا. اولا هو ده شكل السماعة، سوري، ده شكل السماعة، تمام. دي وصلة الشحن، مكان الشحن تايب سي. وده بقى منظر السماعة بيظهر بالمنظر ده كده. بسحب الفردة دي كده، لما بسيبها بترجع تاني على طول في البوكس بتاعها بمغناطيس. دي فردة ودي الفردة التانية، بيبقى مكتوب هنا جوه اليمين والشمال عشان خاطر تبقى عارف اماكنهم. وطبعا اكيد هنا بيبقى في علامة الليفت، حرف ال اللي ظاهر هنا اهو. ومنظرها وشكلها انسيابي، وطبعا البراند لينوفو مكتوب اهو على السماعة، فشكلها انسيابي وجميل جدا، وحجمها متناسب مع الكل. هنحاول نعمل كونكت دلوقتي ونشوفها بتظهر باسم ايه. هنفتح البلوتوث كده بالمنظر ده، بص بتظهر باسم ايه هنا، بتظهر بالاسم ده TW60. هعمل بيها كونكت، ولما بسمع الصوت ما بتقولش بقى كونكتنج وكده، لا هي تك تك. يعني انا هحاول اقرب بالسماعة دلوقتي من المايك عشان تسمعوا الصوت بتاعها، يعني ما اعتقدش ان هو هيبان. طيب احنا هنعمل دلوقتي نشغل اغنية. بصراحة صوتها جميل جدا. هعلي صوت على الاخر واقربه من مايك الكاميرا كده. انا مقرب السماعات من مايك الكاميرا، اعتقد يعني ان هو واضح عندكم جدا دقة الصوت وجودته.
التاتشات بقى بتاعتها، دبل كليك او لمستين على السماعة بيجيب الاغنية اللي بعديها، دبل كليك تاني يجيب الاغنية، سوري، دبل كليك يوقف، دبل كليك يشغل. طب 3 بقى ورا بعض، ادي 1 2 3، جاب اللي بعديها، هنعمل دبل كليك بالناحية التانية، 1 2 3، جاب اللي قبليها كده. تمام، هو جابها من الاول لان هي مفيش حاجة قبليها. في رد المكالمات برضو بتدوس دبل كليك، او عشان تقفل بتدوس دبل كليك برضو. لمسة مطولة لمدة ثانية ونص وتشيل ايدك، بيفتح المساعد الصوتي زي ما ظهر هنا كده عندنا. لمسة تانية وتقفل، هو فتح هنا المايك طبعا. لمسة تانية دقيقة ونص، ثانية ونص سوري، بيقوم قافل المساعد الصوتي. بس عشان انا طولت هو زود تاني. تمام، المايك بتاعها ممتاز جدا في المكالمات، جودة الصوت حلوة جدا. بصراحة سماعة عبقرية، والجميل فيها الشكل الانسيابي اللي نازل جديد ده، أول مرة ينزل في السماعات. طبعا عشان خاطر أنا فركبت فردة مش في مكانها، مرضيش تركب كده، ركبت أهي، وهنا برضو ركبت. هنجيب دلوقتي باور بانك ونشوفها ازاي بتشحن وشكل الشحن يبقى عامل ازاي. عايز اقول لكم حاجة، ان احنا أول ما شلنا طبعا ركبنا السماعات، هو فصل الكونكشن. تمام، هنشيل دلوقتي السماعات من البوكس، هنعد كده مع بعض، 1 2 3، لا عمل الكونكت على طول. تمام، عمل الكونكت عندي هنا في الموبايل. فطريقة التوصيل بتاعتها سريعة جدا. وعايزين هنا نشوف حجم البطارية، سوري، نفضل دايسين هنا كده باستمرار. حجم البطارية 100%. تمام، هو مكتوب عليها على البوكس ان هي تشتغل معاك من بص، المسافة 10 متر. المفروض الحاجات دي كنا قلناها في الأول، المسافة بتبقى 10 متر. البطارية 30 ملي أمبير، تشتغل معاك من 5 ل6 ساعات. تشحنها في ساعة ونص بالظبط. والشاحن بتاعها بيبقى 5 فولت 30 ملي أمبير. بلاش نستخدم شواحن أقوى من كده أو أكتر من كده. ودي بطارية البوكس، بيقولك 300 ملي أمبير، تتشحن في ساعة ونص، 5 فولت 300 ملي أمبير. هوريكم دلوقتي شكل الشحن هي بتشحن ازاي. هنجيب الباور بانك او اي يو اس بي، ده البوكس بتاعه اهو. اما بنوصله باليو اس بي بينور احمر ويطفي كده، معناه ان هو البوكس بتاعنا بيشحن. هنقفل السماعات. اعتقد ان الليدات بتاعتها بتنور عشان خاطر برضه تعرفك ان هي بتشحن. لا، هي 100%، فهي كده تعتبر شحنة فمش هينور. لكن لو كانت فضي كان هينور لك فلاش احمر يعرفك ان هي بتشحن. السماعة جميلة جدا وعبقرية، وشكلها انسيابي جدا وجديدة، وصوتها قوي جدا، وفيها عزل للضوضاء. وفتحات السماعة لو خدنا بالنا هنا، ادي فتحة دي بتاعت الإضاءة، دي فتحة عشان تسريب الضوضاء الزيادة، ودي فتحة برضو لتسريب الضوضاء الزيادة وقوة الصوت. والمايك بتاعها طبعا مايك مدمج ومقاوم، او بيقولوا عليها اسمها ضد الضوضاء. متنسوش تعملوا لايك للفيديو، متابعة للقناة عشان تشوف كل جديد، واكتبي لنا في الكومنتات محتاج تشوف ايه تاني. شكرا.